محمد علي يا شقيق في بدايه تمرينه مع جو مارتن كان مستواه متوسط، ما كانش باين ان هو ظاهره ولا كان باين مميز قوي في الرياضه، لكن محمد علي كان عنده اصرار انه يتحسن لدرجه انه كان بيجي اول واحد في التمرين ويمشي اخر واحد في التمرين. وطبعا دي احنا عارفينها لكل الرياضيين، لكن الاجمل من كده او فعلا اللي كان بيبين اختلاف محمد علي عن بقيه زمايله هي عقليه الطفل الشجاع. عقليه الطفل الشجاع اللي هتخلي محمد علي يواظب على ماتشات جو مارتن اللي بتذاع في التلفزيون، ويجي قبل كل ماتش بيتذاع له تلاقيه بيلف على كل البيوت اللي موجوده في الحي عنده ويبدا يخبط عليهم ويقول لهم انا عندي ماتش النهارده او عندي ماتش بكره اتفرجوا عليا في التلفزيون، عندي ماتش بكره اتفرجوا عليا في التلفزيون. عامل زي واحد صاحبي كده بيقعد يبعت لك حلقاته على الواتساب والانستجرام لحد ما يزهقك ويقول لك اتفرج يا شقيق وقول لي رايك ويا ريتك بتتفرج. ما علينا من بتر الخواطر اللي انت بتمارسه معايا، لكن محمد علي في الوقت ده كان بيتطور اداؤه بشكل ملحوظ جدا لحد ما بتيجي سنه 1960 السنه الحاسمه وبدايه انطلاقه محمد علي لما بيشارك في الاولمبياد الرياضيه في روما. ومش بس كده، يبدا محمد علي يطلق على نفسه انه بطل العالم، ومش بس كده ده بيبدا يقول في الحلبه انا بطل العالم، انا هزيت الارض، انا ملك العالم. وهنا تبدا تفهم عقلية الطفل الشجاع بتتولد معاه رغم إحساس محمد علي الدائم بالدنيا من وهو طفل صغير. طفل صغير من عيلة فقيرة بولاية كنتاكي، وكمان زيد عليهم إنه طفل أسود لأن الفترة دي كانت قمة العنصرية في أمريكا. فطول الوقت محمد علي كان حاسس بالقهر، واللي هيعمل له قيمة دايما في الحياة ويخلي الناس تحترمه هي القوة والفلوس والشهرة. وعشان كده محمد علي لما بيلبس الميدالية الذهبية ما بيقلعهاش خالص، حتى لما بيوصل أمريكا طول ما هو ماشي في الشوارع لابس الميدالية بيتحرك بالميدالية لدرجة إنه كان بينام بالميدالية. وجاء عليه الوقت إنه ياخد واحد صاحبه ويخشوا مطعم للمواطنين البيض، قال لك خلاص بقى أنا بطل العالم ومعايا الميدالية الذهبية، وبيخشوا وهو لابس الميدالية ومعاه صاحبه. لكن بيتفاجئ محمد علي ان صاحب المطعم بيطردهم وبيرفض ينزل لهم طلبات، ومن اللحظه دي محمد علي بيروح يقلع الميداليه ويرميها في النار. والحكايه دي يا شقيق بيقولوا انه مشكوك في امرها، يعني محمد علي كان بيقول كده لاجل الشو وصناعه الجدل او المشاعر، يعني زي ما تحب. الحكايه اللي مشكوك في امرها دي يا شقيق بعيدا بقى عنها كانت حقيقيه او ما كانتش حقيقيه، بس لازم هنا تقف